هنا. أو قال الهدهد: إحنا مش بنحكي التاريخ، إحنا بنسأله عمرك فكرت ليه الناس بتهتم إزاي تبان؟ مش بس دلوقتي، لأ، من زمان، من أول ما الإنسان بقى عنده وعي بنفسه. الموضوع مش سوشيال ميديا ولا فلاتر ولا حتى صور، الموضوع أقدم من كده بكتير. الإنسان من أول ما اتكلم، من أول ما رسم على حيطة، من أول ما حكى حكاية عن نفسه، كان بيصنع صورة عنه، صورة تقول أنا كنت هنا، أنا كنت قوي، أنا كنت شجاع، أنا كنت مهم، حتى لو الحقيقة كانت غير كده. النهاردة إحنا هنسأل سؤال بسيط: ليه الإنسان عبر التاريخ كان مهم عنده يبان أكتر ما يكون؟ الصورة مش رفاهية، تعال نبدأ من حاجة بسيطة. الصورة مش كذب ومش نفاق ومش ضعف، الصورة كانت ضرورة. لما الإنسان القديم كان عايش في قبيلة وسط جماعة، كان لازم يبان بشكل معين. لو ظهر ضعيف ممكن يتطرد، لو ظهر خاين ممكن يتقتل، لو ظهر غريب ممكن يتنبذ. الصورة كانت درع. ومع الوقت الإنسان اكتشف حاجة: إن الناس مش بتحكم عليك بناء على اللي جواك، لأ، الناس بتحكم عليك بناء على اللي شايفاه فيك. يعني إيه؟ يعني إنك ممكن تكون خايف جوه، بس لو ظهرت شجاع الناس هتعاملك كشجاع. ممكن تكون حزين، بس لو ابتسمت الناس هتعاملك كأنك سعيد. ممكن تكون تايه، بس لو مشيت بثقة الناس هتصدق إنك عارف. الصورة كانت وسيلة بقاء. التاريخ كله صور. لو رجعنا للتاريخ هنلاقي إن كل حاجة وصلتنا كانت صورة مصنوعة. التماثيل اللي اتنحتت للملوك مش صور حقيقية، لأ، كانت صور مثالية. الملك كان دايما قوي، دايما منتصر، دايما حكيم. حتى لو خسر حرب التمثال بتاعه بيقول أنا غلبت. حتى لو مات صغير اللوحة بتاعته بتقول أنا عشت طويل. ليه؟ لأن الصورة كانت أهم من الحقيقة. الحقيقة بتموت مع الإنسان، لكن الصورة بتعيش بعده. وطول ما الصورة باقية الإنسان باقي. اللوحات اللي اترسمت كانت بتحكي قصة، مش القصة الحقيقية، لا، القصة اللي المصور عايز الناس تصدقها. الأبطال في الرسومات القديمة كانوا دايما كبار، دايما واقفين في النور، دايما شايلين سيف أو علم أو تاج، مش عشان ده كان شكلهم الحقيقي، لا، عشان دي الصورة اللي كانت مطلوبة. الصورة اللي تقول أنا أستحق، أنا أستحق السلطة، أنا أستحق التاريخ، أنا أستحق إنك تفتكرني، إن تكون أو أن ترى. في فرق كبير بين اتنين، بين إنك تكون حاجة وبين إنك تبان حاجة. الإنسان الحقيقي ممكن يكون خايف، تايه، حزين، مكسور، لكن الإنسان المعروض لازم يكون قوي، واثق، سعيد، كامل. وده مش عيب، ده إنساني، لأن الإنسان عمره ما كان قادر يعيش بالحقيقة الكاملة بتاعته. الحقيقة تقيلة، الحقيقة مش دايما مقبولة، الحقيقة ممكن تخليك وحيد، لكن الصورة بتحميك، الصورة بتخليك مقبول، الصورة بتخليك آمن، الصورة بتخليك جزء من الجماعة. تخيل معايا راجل قديم عايش في مجتمع صغير، كل يوم بيطلع يصطاد، كل يوم بيرجع متعب، مرات كتير بيفشل، لكن لما يرجع للقبيلة بيحكي قصة إنه قابل أسد، قصة إنه حارب، قصة إنه كاد ينتصر. هو كذاب؟ لأ، هو إنسان. هو محتاج الناس تشوفه بطل عشان يقدر يشوف نفسه بطل. الصورة هنا مش خداع، الصورة هنا أمل. الصورة في الفن كله صور. الرسامين القدام كانوا بيرسموا الأمراء والملوك، لكن مش زي ما هم، لأ، زي ما هم نفسهم عايزين يبانوا. الأميرة كانت تبان دايما جميلة حتى لو ما كانتش. الملك كان يبان دايما هيبة حتى لو كان ضعيف. القائد كان يبان دايما منتصر حتى لو كان مهزوم. ده مش تزييف، ده فهم عميق لحاجة: إن الناس مش عايزة الحقيقة، الناس عايزة صورة تطمنها، صورة تقول كل حاجة تمام، كل حاجة تحت السيطرة، كل حاجة زي ما ينبغي. الحكايات كصور، حتى الحكايات كانت صور. الأساطير القديمة ما كانتش بتحكي الحقيقة، كانت بتحكي الصورة اللي الناس محتاجة تصدقها. البطل في الأسطورة دايما قوي، دايما شجاع، دايما منتصر، مش عشان الأبطال الحقيقيين كانوا كده، لأ، عشان الناس كانت محتاجة تصدق إن في بطل، إن في حد قوي، إن في حد يحميهم، إن في حد يستحق
يتحكي عنه، الشعراء القدام كانوا بيمدحوا الملوك. ليه؟ مش بس عشان الملك يديهم فلوس، لأ، عشان المدح كان صناعة صورة. الشاعر كان بيقول للملك أنت عظيم، أنت خالد، أنت أسطورة، والملك كان بيصدق مش عشان ده حقيقي، لأ، عشان الصورة دي كانت مريحة، كانت بتحول الإنسان العادي لرمز، وطول ما الرمز قائم الإنسان مش هيموت. الخوف من الحقيقة السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الإنسان خاف من الحقيقة؟ ليه ما قالش أنا ضعيف، أنا خايف، أنا مش عارف؟ الإجابة بسيطة، لأن الحقيقة كانت ممكن تقتله. في مجتمعات قديمة لو الزعيم ظهر ضعيف كان بيتشال من مكانه، لو المحارب ظهر خايف كان بيتسيب في المعركة، لو الكاهن ظهر شاك كان بيفقد سلطته. الصورة كانت حماية، الصورة كانت بتقول أنا لسه قوي، أنا لسه مسيطر، أنا لسه أستحق المكان ده. وحتى في الحياة العادية الأب كان لازم يبان قوي قدام أولاده، الأم كانت لازم تبان صابرة قدام بيتها، الابن كان لازم يبان ناجح قدام أبوه، مش عشان هما كده فعلا، لأ، عشان الصورة دي ما كانت ضرورية للاستمرار. لو كل واحد قال الحقيقة العيلة كانت هتنهار، لو كل واحد عرى ضعفه المجتمع كان هيتفكك. الصورة كانت الغراء، الصورة والسلطة. الحاكم كان بيعرف حاجة مهمة، إن السلطة مش في القوة الحقيقية، لأ، السلطة في الصورة. ممكن ملك يكون ضعيف لكن طول ما الناس شايفاه قوي هو قوي، ممكن قائد يكون خايف لكن طول ما الجيش مصدق إنه شجاع هو شجاع. الصورة كانت أداة حكم، عشان كده الحكام كانوا بيصرفوا ثروات على التماثيل، عشان كده كانوا بيبنوا المعابد الضخمة، عشان كده كانوا بيخلوا الشعراء يمدحوهم. مش غرور، لا، سياسة. الصورة القوية بتخلي الناس تطيع، الصورة الضعيفة بتخلي الناس تتمرد. هل الصورة كذب؟ السؤال الصعب. هل الصورة دي كذب؟ الإجابة مش سهلة. لو قلنا إن الصورة كذب يبقى التاريخ كله كذب، لو قلنا إن الصورة حقيقة يبقى إحنا بنخدع نفسنا. الحقيقة في النص، الصورة مش الحقيقة الكاملة لكن برضو مش كذب كامل. الصورة جزء من الحقيقة، الجزء اللي الإنسان اختار يعرضه، الجزء اللي الإنسان قرر يحافظ عليه، الجزء اللي الإنسان يحتاج الناس تشوفه. تخيل معايا تاني، لو حد سألك إذيك وانت تعبان مكسور حزين، هتقول الحقيقة الكاملة ولا هتقول الحمد لله كويس؟ الإجابة التانية مش كذب، هي صورة، صورة بتحميك، صورة بتحمي اللي قدامك، صورة بتخلي الحياة تمشي. الإنسان محتاج الصورة دي عشان يعيش، مش عشان هو نفاق، لا، عشان هو إنسان. الإنسان الحديث نفس القصة دلوقتي، الإنسان لسه بيصنع صور مش بنفس الطريقة لكن بنفس الدافع. الصورة اللي بنعرضها عن نفسنا مش إحنا، هي جزء مننا، الجزء اللي عايزين الناس تشوفه. زمان كانت تمثال، دلوقتي بقت حاجات تانية. زمان كانت اللوحة، دلوقتي بقت منصات، لكن الفكرة واحدة. الإنسان لسه عايز يبان بشكل معين، لسه عايز الناس تشوفه ناجح، لسه عايز الناس تشوفه سعيد، لسه عايز الناس تشوفه مهم. ده مش جديد، ده قديم قدم الإنسان نفسه. القديم كان بيرسم نفسه على الحيطة وهو بيصطاد عشان يبان صياد عظيم. الحديث بيعرض نفسه في أماكن معينة عشان يبان ناجح. نفس الحاجة بس بأدوات مختلفة. أخطر صورة لكن في خطر. الخطر مش في الصورة نفسها، لا، الخطر لما الإنسان ينسى إن دي صورة، لما يبدأ يصدق الصورة وينسى نفسه، لما يعيش عشان الصورة مش عشان الحقيقة، لما يبقى كل همه إزاي أبان مش إزاي أكون. التاريخ فيه أمثلة كتير، ملوك عاشوا عشان الصورة ونسيوا شعوبهم، قادة حاربوا عشان الصورة ونسيوا جنودهم، أبطال ماتوا عشان الصورة ونسيوا نفسهم. الصورة لما تبقى هي الهدف مش الوسيلة بتتحول لسجن، سجن جميل لكن سجن. السؤال اللي بيفضل النهاردة، إحنا قدام نفس السؤال، هل الصورة وسيلة بقاء ولا بديل عن الحقيقة؟ هل الإنسان محتاج يبان عشان يعيش ولا الإنسان بيعيش عشان يبان؟ الإجابة مش واحدة، كل إنسان عنده إجابته، لكن اللي أكيد إن الصورة جزء من الإنسان من زمان ومن دلوقتي وعلى طول. الإنسان كائن بيورى، وطول ما هو بيورى
هو محتاج يختار إزاي يبان. ممكن نحكم عليه، ممكن نقول ده ضعف، ممكن، لكن ممكن برضو نقول ده إنسانية، إنسانية معقدة، إنسانية خايفة، إنسانية محتاجة تتقبل. في النهاية الصورة مش عدو والحقيقة مش ضحية، الاتنين جزء من رحلة الإنسان، رحلة طويلة، رحلة صعبة، رحلة مليانة خوف وأمل. إحنا هنا في وقال الهدهد مش بنحكم، إحنا بنسأل الإنسان، ليه اخترت الصورة دي؟ ليه خبيت الحقيقة دي؟ ليه خفت تبان زي ما أنت؟ ومش مستنيين إجابة واحدة، لأن كل إنسان عنده إجابته، وكل إجابة صح في سياقها. وقال الهدهد